أنا شفت هاي فاطمة قيدار اللي جعلوا لها قدر مع الأسف، وحدة متبرجة وباعت زوجها وراحت تزوجت واحد غيره وجايبة بنتها، تفتخر بأن بنتها تبكي على واحد ذكر وتروح تعانقه. إخواني بالنسبة إلى موضوع مهم، إخواني الأعزاء، أنا حقيقة كنت كلي عتبا، كنت مملوءا عتبا على أهلنا في محافظة ذي قار في الناصرية. والله يعني أنا كنت أتوقع أن هذه الحفلة ما راح تصير مع وجود الأصلاء من شيوخ العشائر ومن رجال الدين ومن الناس الخيرين، وكنت أعتقد أنه لا يمكن أن تكون هذه المظاهر في هذه المحافظة الحسينية، ولكن مع الأسف كان تقصيرا من جميع الجهات. هسه ربما كما برر لي بعض الأخوة أنهم ما كانوا يدرون، كانت فجأة ما كان إعلام، وإلا فمحافظة ذي قار محافظة الأصالة والعراقة والعشائرية والدين ومحافظة الشعر والأدب، فمن غير المعقول أنه يقبلون بهكذا مظاهر ووجود نسائهم في هذا المكان مع الأسف. ولكن الحمد لله محافظة البصرة بيضت الوجه كما هو عادتها، وكانت هنالك مظاهرة استباقية، وإن شاء الله تعالى ستمنع هذه المظاهر، وإن شاء الله لن تتكرر في محافظة ذي قار، وإذا تكررت فعتب على أهل ذي قار أهلي وأحبتي سيكون كبيرا. ما شاء الله عندكم الكثير من رجال الدين، عندكم الكثير من شيوخ العشائر والوجهاء، لا يمكن أن نسمح بهكذا مظاهر منحرفة تنخر في مجتمعنا. لاحظتم ببغداد كيف أن بعض المراهقات من الأطفال يجي هذا مطرب يسمونه الشامي أو ما أعرف اسمه، يبكن حتى يلتقن بي ويعانقنه، وبعد كم يوم يقول لك بنتي شريفة وبنتي عفيفة وبنتي ماشية في الشارع، وإذا واحد عاكسها بكلمة يقول فصلنا مليار وهي بنته كانت حاضنة الشامي، وبعد ذلك تكون أشرف الشرفاء. الحمد لله بناتنا حسينيات، نشاهد بناتنا في حفلات التخريج وحفلات البلوغ كلهن حسينيات، أكيد ذني مو من عندنا. أنا شفت هاي فاطمة قيدار اللي جعلوا لها قدر مع الأسف، وحدة متبرجة وباعت زوجها وراحت تزوجت واحد غيره وجايبة بنتها، تفتخر بأن بنتها تبكي على واحد ذكر وتروح تعانقه. مثل هذه النماذج صدروها، وكان عتبي على بعض الإخوة رجال الدين، يعني كان يدافع عن فاطمة قيدار، يقول كانت مظلومة في الموقف مال تذكرون مال عامل النظافة اللي صورت وياه. اللي ما عنده حكمة هكذا يستعجل في تقييم المواقف مثل هاي، يحاولون يصدرونها على أنها إعلامية ومثال للمرأة العراقية. هذه لا تمثل المرأة، وسبحان الله هي كانت من فشل إلى فشل. المهم أن نكون إن شاء الله على قدر من المسؤولية ونحافظ على أبنائنا وبناتنا من هذا المنزلق. جزاكم الله خير جزاء المحسنين.